سيداتي آنساتي سادتي، جمعت لكم في هذا البرنامج ذكريات وتعليقات مجموعة كبيرة من الشخصيات استضفتهم على مدى حوالي 5 سنوات. تحدثوا إلي وفتحوا لي قلوبهم وعقولهم، وصرحوا بآرائهم وباحوا بأسرارهم في شهاداتهم، وأنا بعتبرهم جميعا آخر شهود العصر. بعضهم رحل عن دنيانا بعد التسجيل، والبعض الآخر ما زال بيننا، لكنهم جميعا شاركوا في صنع الأحداث التي مرت على مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين الذي ودعناه فعلا. يتحدثون عما جرى في هذه السنوات بمراحلها المختلفة، ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم حرب فلسطين، وقيام ثورة يوليو 52 وما تلاها من أحداث مثل خلع الملك فاروق عن العرش، إعلان الجمهورية، ثم العدوان الثلاثي سنة 56، فهزيمة يونيو سنة 1967، ووصولا إلى عبورنا العظيم في أكتوبر سنة 1973. وستجدون أن بعضهم كان مؤيدا ما حدث، وبعضهم كان معارضا، كل من وجهة نظره الشخصية، فهم من رجال الثورة أو من الاتجاهات الأخرى المختلفة. وأنا آمل كما تأملون جميعا وهم يروون لنا التاريخ أن تكون أقوى لهم أقوى الحق ولا شيء غير الحق، فهذه في البداية والنهاية أمانة في أعناقهم أمام الله عز وجل وأمام الشعب وأمامكم، وأرجو أن تجدوا الإجابة على تساؤلاتكم المختلفة من خلال الحوارات الكثيرة التي دارت بيني وبين ضيوفي. ويقول اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر: إذا كان الزمن لا يتوقف والشعوب لا تنتهي والمستقبل لا يعود إلى الوراء، وإذا كان الشعب المصري قد حرر بلاده، فإنه لا أمل في أن يسترد كل ما فقده، ولا أمل في أن يتقدم سوى بالديمقراطية. وبعد مرور كل هذه السنوات، وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث سطعت شمس حرية الكلمة مع نور الديمقراطية، قمت بعمل هذا البرنامج التسجيلي الذي ما كنت أستطيع أن أقدمه من قبل عن ثورة يوليو 1952، وفاء لأجيال مصر المتعاقبة، الأجيال التي واكبت الأحداث، والأجيال الجديدة التي لا تعرف الكثير عن هذه الأحداث، وكذلك الأجيال القادمة التي أهدي لها هذا العمل التسجيلي الهام. وغيرت الثورة حياتنا بمعنى الكلمة، وحققت إنجازات جنى الشعب ثمارها، كما كان لها تجاوزات دفع الشعب ثمنها. كانت ثورة يوليو نقطة تحول خطيرة في مسيرة الأحداث والناس في مصر بل وفي العالم العربي. ويقول مفكرنا الكبير أستاذنا توفيق الحكيم في كتاب عودة الوعي، وتسمحوا لي أقتبس بعضا من سطوره: الزعم بأن نقد ثورة 52 ردة تهدد مكاسب الشعب وتعود بنا إلى الوراء خطأ كبير، وكان لابد إذن من فتح ملفات الثورة بأكملها ورؤية الحقائق إذا أردنا لمصر أن تنهض على قدميها وتسير بنفسها في طريق التقدم. يقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إن أي فرد ليس مخلدا، وليس هناك فرد من الأفراد مهما بلغت قيمته في أمته إلا صفحة في تاريخ هذه الأمة. الشعب هو الخالد المتجدد، والشعب هو الباقي، وهو صانع التاريخ. ويقول الرئيس الراحل محمد أنور السادات إن من حق شبابنا أن يدرك التقييم الموضوعي للتجربة، ليعرف بالدقة ماذا حقق جيلنا وماذا كان مقدار جهده وما تعرض له العمل الوطني من نقائص، ليتخذ عن اقتناع مكانه الطليعي في حركة العمل الوطني، بدلا من أن تمزقه التيارات التي تحاول أن تنكر التجربة جملة وتفصيلا. وأؤكد لكم في ختام كلمتي هذه أن هذه المحاولة المتواضعة التي كانت تجربة مضنية استغرقت أياما وليالي طويلة،
استمرت شهورا بل سنوات عديدة لا يمكن أن تؤدي إلى وجهة النظر الصحيحة الوحيدة، لكنني أتمنى من صميم قلبي وعقلي أن يكون اجتهادي هذا دافعا لاجتهادات أخرى صادقة من أجل معرفة الحقيقة المجردة وتسجيلا لتاريخ المعاصر لمصرنا الحبيبة. سيداتي آنساتي سادتي، كل ما جاء على لسان السادة والسيدات المشاركين في التسجيلات هو كلامهم حرفيا نعرضه بلا تدخل من جانبنا، وهو يمثل رأيهم الشخصي وليس رأيي أنا شخصيا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. The 24th, the Rhine crossing, Montgomery's last showpiece battle. Hitler no longer made public appearances. More and more he withdrew to his underground headquarters beneath the Imperial Chancellery. On the 75th anniversary of Lenin's birth, the 16th of April, 1945, the massed artillery opened fire. وانتهت الحرب العالمية الثانية رسميا في سنة 1945 بانتصار الحلفاء على دول المحور واستسلام اليابان يوم 2 سبتمبر. كان عام 1945 أكثر من مجرد عام انتهاء الحرب، فقد شهد هذا العام بداية حركة الضباط الأحرار، تلك الحركة التي أشعلت فيما بعد شعلة الثورة في مصر. وأعلنت هزيمة نظام هتلر النازي، وكانت نهاية هتلر نفسه بانتحاره في برلين يوم 30 إبريل. لم تكن مصر قادرة على الابتعاد حتى لو أرادت عن عالم الحيتان، عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان عالم الحيتان الكبيرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فضلا عن الحيتان الصغيرة وهي دول الاستعمار التقليدي، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا. فقد كانت مصر تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزي، ولكنها كانت شامخة رغم كل الضغوط والأحداث. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي،
وكانت الدول العربية الشقيقة تقع تحت سيطرة الاحتلال أيضا في عهود الملك السنوسي في ليبيا، والملك محمد الخامس في المغرب، والأمير عبد الله في الأردن، والأمير فيصل في العراق، وشكر القوتلي في سوريا. وكان على عرش المملكة العربية الملك عبد العزيز آل سعود. وكان عالم الأمم المتحدة، وكانت مصر من مؤسسي هذه المنظمة. وكان عالم التكتلات الإقليمية. تم توقيع ميثاق الجامعة العربية في 22 مارس سنة 1945 في القاهرة، واختير عبد الرحمن عزام بك سكرتير عام الجامعة. وكان عالم تطلع الشعوب المقهورة إلى الاستقلال، وأبرز علاماته استقلال الهند. وكان المهاتما غاندي هو زعيم وقائد الهند في مقاومتها للاحتلال الإنجليزي. وكان لاتساع قاعدة الشبان الجامعيين قبل حرب فلسطين آثاره الظاهرة على الحركة الشعبية المصرية، ووقعت أحداث كبيرة في الشارع المصري ضد الإنجليز، بدأت من حرم الجامعة. يا شباب النيل يا عماد الجيل، هذه مصر تناديكم فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبيل، شيدوا المجد على العلم وهبوا ثم سيروا. وكان الشارع المصري يعج بالحركات الجماهيرية، فقد كانت هناك حركات شيوعية وحركات إسلامية، وكانت مشاعر الجيش ملتهبة من الداخل. واتسمت فترة ما بين الحربين بالكفاح من أجل استقلال مصر من الاحتلال الإنجليزي. الجيل عموما، احنا واللي قبلينا واللي قبلينا واللي بعدينا، كنا مشحونين بإيه؟ مثلا أنا نشأت إزاي؟ نشأت بقول لك في أعقاب الثورة 19، وكان في بقى الكلام الكثير عن الوطنية ومقاومة الإنجليز والكذا، والوالد كان بيجيب لي تاريخ الحركة الوطنية ونقرأ مؤلفه عبد الرحمن الرفعي، ووالدتي كانت تقعد تتغنى الأغاني اللي كانوا بيقولوها يعني تقول لنا على الأغاني اللي كانوا بيقولوها الأمهات في أيام السلطة، ما كانوا بياخدوا عساكرنا ويجندوهم عشان يروحوا مدينة القتال في فلسطين. ويمكن يحضر لي نشيد معرفش فترته دلوقتي ولا كلام الأغاني اللي كانوا بيقولوها دي. يعني مثلا أقول لك أنا كان في بيقول إيه: ليه يا أمي تبكي عليا وأنا مسافر الجهادية، ده حب الوطن فرض عليا. ترد الأم تقول لي: الفرقة صعبة يا مراري والغربة هتشعل النار، هياخدوك بيادة ولا سواري ولا نفر في الطبية. ماذا تقول لنا عن نضال الشباب الجامعي وشبان طلبة المدارس ضد الاحتلال الإنجليزي في وقت من الأوقات؟ ده كان نضال مشرف وطني، وكان مسموح بالنشاط السياسي في الجامعات والمدارس. كان كل كلية في الجامعات فيها لجان طلبة حزبية، وفديين ودستوريين وسعديين، وكان طالب يخرج بقى من الجامعة مؤهل للعمل السياسي وملم بتاريخ مصر المعاصر سياسيا، بعكس الآن
وكان الإصرار على أن يعود دستور 23، والإنجليز كانوا متباطئين، والملك ما كانش عايز الدستور يعود لأنه عايز يده هو تبقى مطلقة. فوزارة نسيم جاءت، وكان الوفد يعني مقابلها مقابلة مش عدائية، على أمل أن تعيد الدستور وتحدث انتخابات. وكانت في هذا الوقت المفروض أن الوفد هيحصل على أغلبية لو حصلت انتخابات. التلكؤ في صدور الدستور وتلكؤ وزارة نسيم في أنها تعيد الدستور جعل البلاد الشباب بصفة خاصة يعتقدوا أنه في تلاعب، وأنه الإنجليز مصرين على أن لا يعود الدستور مرة أخرى على الحكم الدستوري لمصر. وكان في احتفال ل 13 نوفمبر كان بيحتفل به كل عام. الوفد دعا الاحتفال ب 13 نوفمبر، وكذلك حزب الأحرار الدستوريين، وعقدت اجتماعات كبيرة. ووزير إنجليزي صامويل هور صرح في ذلك الوقت بتصريح بأنه يعني المسألة الدستورية بالنسبة لمصر ما هيش مستعجلة، لأن البلاد ما يفهم منه غير مستعدة للحكم الدستوري الآن. فدي أشعلت الثورة، وكانت بدء بقى ثورة 35. اجتمع الطلاب في الجامعة، حرم الجامعة، الآداب والحقوق، وانضمت لهم كلية الهندسة والزراعة، وصار في مظاهرة كبيرة تتجه إلى كوبري عباس. والثائر الشاب في كلية الطب طبعا اللي هو الدكتور نور الدين طراق. لا، احنا كنا منتظرينهم في كلية الطب، كنا متوقعين منتظرين متجمعين في كلية الطب، وهم على انهم اللي حصل انهم وهم بيجتازوا كوبري عباس تصدى لهم البوليس، وكان على رأسه مصطبلات انجليز، وحاولوا يمنعوهم فلم يمتنعوا فاطلقوا عليهم النار. قتل في هذا الحادث عبد المجيد مرسي، وأصيب إبراهيم شكري إصابة بالغة اللي هو زعيم حزب العمل الآن، وقتل وجرح عدد كبير من الطلبة. كان هناك الاحتلال الإنجليزي والذي كان متواجدا، الاحتلال الإنجليزي كان متواجدا في القاهرة، في الإسكندرية، في ميدان محطة مصر، في أشلاءات قصر النيل إلى آخره، في العباسية، في كل مكان. إذن كان واضح جدا أن هناك عدو وأنه محتل إلى آخره، وكانت تقوم مظاهرات كثيرة في هذا. ومن هنا عندما قامت جاء يوم 13 نوفمبر سنة 35 كان احتفاء بهذا اليوم، كان احتفى به الوفد، وكنا نحاول أن نحتفي به أيضا، ولكن للأسف الشديد يعني لم ينعقد اجتماعنا واجتمع اجتماع الوفد. في تلك الليلة في أثناء النهار يوم 13 كانت مظاهرات خرجت من الجامعة، ومعها طلبة مدرسة السعدية بجانبها، وأخذوا طريقا إلى القاهرة عن طريق كوبري قصر النيل. قابلهم مجموعة من العساكر إلى آخره، ولكن لم يكن هناك رصاص أطلق، إنما كان عصي أو طلقات لها الصوت إلى آخره. فاجتيزت هذه وخرج ودخلت المظاهرة إلى القاهرة ووصلت إلى عابدين بالفعل كمظاهرة كبيرة، ثم تفرقت. شاركت فيها وأصبت ببعض الكدمات والضربات إلى آخره. ولكن في اليوم الثاني كانت مظاهرة أخرى مستمرة للاحتجاج على الأوضاع كلها، ومنها كان أهمها كان هذا التصريح الذي كان قاله وزير خارجية إنجلترا في ذاك الوقت مستر هور، والذي قال فيه أن دستور سنة 30 هو أنسب لمصر من دستور 23، واعتبر هذا تدخلا في مصر. وكانت هتافات كلها تدين هذا، وأيضا هتافات كانت تتحدث عن شيء جديد،
كانت تتحدث عن مصر، مصر فوق الجميع، ويقصد بهذا مصر فوق الأحزاب وفوق الآداب. لكن كان الشباب في ذلك الوقت بدأ يحس أن الأحزاب القديمة بدأت تأخذ الموضوع كأنه يعني فترات، هؤلاء يجوا في الوزارة ثم يجي بعدهم وزارة أخرى، وزارة أقلية، وزارة للأغلبية الوفدية إلى آخره. وبدأ الشباب يعني يرى أنهم قد تركوا القضية الوطنية إلى الحكم. من هنا فكان هذه الهتافات كانت جديدة، ونبهت حتى الأحزاب إلى أنه لابد أن يكون هناك شيء جديدا. وبالفعل كان هناك التمهيد لعقد معاهدة السنة 36 بعد ذلك، والتي عرضناها، أي أن أسباب اشتراك الطلبة كان واضحا وليس هناك مسببات مستمرة، وكان الكل يعني دولة محتلة وبهذه الصورة والفجة إلى آخره، لا يمكن إلا أن يكون هناك أصوات حرة تساند. وكان الشباب بطبيعة الحال هو الطليع باستمرار لكل التحركات، علما بأن نفس قيادات الثورة، وأخص بالذكر جمال عبد الناصر، كان مشاركا في حركة الطلاب في 35 ومعروف هذا طيبا، وكان عضوا أيضا في شعبة باب الشعرية لحركة مصر الفتاة في ذلك الوقت. لما اشتركت في حكومة الرئيس جمال عبد الناصر بعد فترة طويلة، كان في يوم كده من الأيام اللي كان بيحب فيها يتكلم ببساطة بتاع، قال لي أنت تعرف إني أنا شفتك قبل الثورة؟ قلت له لا ما أذكرش يا سيادة الرئيس. قال لي لا، أنت فاكر المؤتمر اللي عملتوه في كلية الآداب وأنت كنت رئيسه؟ أنا كنت حاضر هذا المؤتمر مع مجموعة كبيرة من طلبة الثانوي. في قسم البوليس كانوا بيعالجوا جراح رأسي. سألت عن سبب المظاهرة، فعرفت إنها مظاهرة نظمتها جماعة مصر الفتاة في ذلك الوقت للاحتجاج على سياسة الحكومة. دخلت السجن تلميذ متحمس، وخرجت منه مشحونا بطاقة من الغضب. وقد مضى بعد ذلك زمن طويل قبل أن تتبلور أفكاري ومعتقداتي وخططي، ولكن حتى هذه المرحلة المبكرة كنت أعلم أن وطني يخوض صراعا متصلا من أجل حريته. الحركة الوطنية في مصر نشأت أساسا مع الطلاب، لأنه الحركة النقابية للعمال لم تنشأ إلا في أوائل الأربعينيات. فالحقبة اللي أنا عصرتها وأنا في الجامعة في أواخر الثلاثينيات وفترة الأربعينات كان الطلبة هم عصب الحركة الوطنية، وكنا زي ما تقول كده من غير اتفاق نضرب صفارة. نجتمع فين؟ في الساحة الكبيرة كان فيها نصب تذكاري لبعض الشهداء بتوع الطلاب من الحركة الوطنية، فده كنا نجتمع فيه ومظاهرات ونعرف منها الأخبار. وكان فيه الوفد واليسار والإخوان المسلمين، وكان قيادات كبيرة. وأزعم من الجيل بتاعي اللي فيه فؤاد محي الدين وفي عديد كل الشخصيات، يعني بما في كل رجال الثورة، واحنا نشأنا وطنيا في هذا الإطار. فالطلبة كانوا هم العماد بتاع ده، وكان في صراع فكري، لكن كان صراع راقي. راقي بمعنى ايه؟ ما كانش فيه عنف، يعني نتخانق بالكلام، نتخانق بالزعيق، لكن العنف ما كانش وارد في مخنا. وكان الوفد هو حزب الأغلبية، وكان اليسار واليمين والإخوان قد احتلوا مكانا في الحركة الشعبية. الوفد هو حزب الحركة الوطنية الواسع اللي كان بيضم يعني اتجاه واسع في الحركة الوطنية، ديمقراطي ويساري ويميني ووسطي، يعني مجمل الحركة الوطنية. وفي بقى أحزاب الأقلية اللي هي السعديين والدستوريين، وفي الأحزاب اللي هي بنسميها الأحزاب العقائدية زي مصر الفتاة وزي الشيوعيين والإخوان المسلمين. وكان في حزب الوفد طبعا، وكان يليه حزب الأحرار الدستوريين. والمدهش إن حزب الأحرار الدستوريين أصله كله من الوفد، كله بإطلاق، وما عدا سعد زغلول. يعني وقف لوحده وعمل حزب الوفد، وهم كلهم عملوا حزب. وطبعا هو بشعبيته هو كان خطيب مسخة زي ما بنقول، وكان جذاب للجماهير جدا في
فقدر يجتذب الجماهير. لكن حزب الوفد وحزب الإحرار السوري، وبعدين سنة 38 طلعت الهيئة السعدية، وكان في الحزب الوطني، وكان بيقول مقولة يعني أنا ما زلت أعجب منها. كل الأحزاب أولا برامجها أستاذ طارق كانت واحد، أنا قريتها كلها، كل برامجها واحد لا فرق. ليه؟ لأن كان فيه الاحتلال الإنجليزي، فكان أهم شيء رقم واحد التخلص من الاحتلال الإنجليزي. إلا حزب الوطني يقول لا مفاوضة إلا بعد الجلاء، وكان مقولة مضحكة جدا، لأن إذا كان تم الجلاء هتفاوض في إيه؟ علاقة الإخوان المسلمين برجال الثورة اللي كانوا يسموا في ذلك الوقت الضباط الأحرار، كيف بدأت وكيف توطدت؟ اللي أعرفه يعني أنا طبعا في ذلك الوقت ما كنتش متداخل قوي في الإخوان، يعني كان معلوماتي عامة يعني. لا وكنت صغير كمان. لا ما نقدرش نقول كنت صغير، لأن أنا عندي دلوقتي 74 سنة ونص. ما شاء الله. فأنا قيام الثورة كنت قاضي يعني. يبقى ما كنتش صغير خالص. يعني كان يعني برضه معاصر أو يعني الحركة السياسية في مصر من ووعيها ومتتبعها من الثلاثينات أو يعني من 36 و37 وما بعد ذلك عاصرها كامل يعني. وكانت الجرايد بتنشر كل شيء، فكنا يعني المسائل بنبقى عارفين في الأمور كثيرة. إنما يعني نقدر نقول إن طبعا كان في حركات كثيرة في مصر، والكل يبحث عن الآخر ويدور عن السند أو الجهة التي يستطيع إن هو يعني يتقوى بها. الأربعينات إحنا كنا داخل 3 دوائر لا يفهم تاريخ إلا بيهم، اللي هي الدائرة الخارجية الدولية العالمية، والدائرة اللي هي القومية اللي هي المنطقة، والدائرة المحلية. عشان تفهم أي حاجة في الأربعينات لازم تستحضر ماذا كان يجري في ال3 دوائر، وكذلك برضو بالنسبة لعبد الناصر لازم نعرف. فإنما اللي حصل إن من أهم المميزات في سنة من 40 إن كان في فكر علماني شديد، وكان في فكرة القومية متسلطة، وفي فكر يساري شديد. لما دخل التيار الإسلامي الحقيقة عمل نوع من التهدئة والاعتدال أكتر، وبدأ الإسلام يظهر وياخذ صورة معتدلة، فده تغيير. ولدرجة إن جمال يعني تقبل ودخل. وفي 15 مايو سنة 1948 صدر قرار ملكي مصري في عهد النقراشي باشا بدخول الجيش الحرب ضد العدو الإسرائيلي. يا مجاهد في سبيل الله، ده اليوم اللي بتستنى. يا مجاهد في سبيل الله، ده اليوم اللي بتستنى. قول يا بطل ما معانا سيوف، الدنيا يا ما بكره تشوف. احنا عرب اصلنا معروف، فن الحرب احنا بدعناه. يا مجاهد في سبيل الله، يا مجاهد في سبيل الله، اليوم اللي بنستنى. قول يا بطل ما معانا سيوف، الدنيا يا ما بكره تشوف. احنا عرب اصلنا معروف، فن الحرب احنا بدعناه. يا مجاهد في سبيل الله. أثناء وجودي في السجن قامت حرب فلسطين. وكان محمد حيدر باشا قد تولى قيادة الجيش خلفا للفريق إبراهيم عطلة. يقول نجيب: محمد حيدر أصله من الجيش. هو أصله من الجيش؟ أيوه، من سواري، من فرسان، وتحول إلى بوليس، إلى مصلحة السجون. مصلحة السجون جه رئيس أركان حرب، فجايبين رئيس أركان حرب يجيبوا مصلحة السجون، يبقى إيه؟ يبقى ده مش جيش. عملت تقرير في 12 نقطة، كنت استهانة بأمر الجيش. يا إما بلاش جيش بالشكل ده، يجيبوا له ضابط بوليس أو ضابط سجون
تولى رئاسته. وكان من القادة المصريين المواوي بك وفؤاد باشا صادق، وقبلهما البطل أحمد عبد العزيز قائد المتطوعين، وكان قائد الجيوش العربية هو الأمير عبد الله. كان القائد الأعلى للجيوش العربية التي ألقيت على عاتقها مهمة إنقاذ فلسطين من براثن الصهيونية، وإنه في ساعات المعركة الحرجة كان بيلتقي ويجتمع ويتفاهم مع موشى ديان وجولدا مائير، تاركا رسم خطة الحرب لقائد إنجليزي. كل حياتنا كفاح وجهاد، وارثين وعن الأجداد. كل حياتنا كفاح وجهاد، وارثين وعن الأجداد. اللي فاتونا دول وبلاد، فيها العز وفيها الجاد. يا مجاهد في سبيل الله، يا مجاهد في سبيل الله. اليوم اللي بنستنى، قول يا بطل ما معانا اليوم. في الدنيا يا ما بكره نشوف. احنا رب خطية معروف، فن الحرب احنا بدعناه. يا مجاهد في سبيل الله. قامت حرب فلسطين فترتب عليها أن تفرق شملنا، فأصبح كل ضابط منا في جبهة تختلف عن جبهة زميله، وندر اللقاء بيننا إلا لماما أثناء فترات الهدنة. وفي هذه اللقاءات التي كانت تتم بين الفينة والفينة استقر الرأي على أن تغييرا شاملا لا بد أن يقع، لا سيما بعد القصور في إعداد القوات المسلحة للقتال، أو بمعنى آخر أنه قد استقر رأينا على أنه لا بد من تشكيل تنظيم جديد كان هو النواة لتشكيل الضباط الأحرار. جت حرب فلسطين، رحنا سيناء للاستعداد لهذه الحرب، خصوصا بعد صدور قرار التقسيم. دخلنا حرب فلسطين، وهناك تقابلت مع جمال عبد الناصر في معركة تقاطع الطرق. كانت معركة من المعارك الشرسة في حرب فلسطين، ودخلتها متطوعا كضابط المدفعية الأمامي، وأنا الضابط الذي رفع جمال عبد الناصر من تحت رصاص الأسلحة الصغيرة اليهودية. ومن هذه الحادثة تولدت بيننا صداقة شديدة، لأن أنا جيت متطوعا وطلعت من العربية واترميت عليه وشلته دخلته العربية الهمبر أو المدرعة اللي هي مخصص عليه. ومن يومها وجمال عبد الناصر يجتمع مع ضباط المدفعية. أنا ومحسن عبد الخالق كنا انتقلنا إلى العريش لأن وحدتنا انتقلت إلى العريش. كنا بندرب الإخوان المسلمين، بندرب الإخوان المسلمين علشان يخشوا ويصرعوا اليهود في مستعمرات، مستعمرة الدنجور، مستعمرة دير سنيد، المستعمرات اللي كانت حوالين العريش. احنا كنا في العريش، وكان القائد العام هناك اللواء المواوي زمان. ما انتش فاكره انت؟ لا الحقيقة فعلا. طبعا المواوي هو كان قائد الحملة بتاعة حرب فلسطين. كنا احنا كضباط متحركين كنا دائما باستمرار بنتابع ايه الاعمال بتاعة الاخوان المسلمين، فكانوا معيال كويسين قوي، وكانوا مجاهدين حقيقة. واذكر ان يمكن في احد مجلات المصور، وبعد احنا ما دخلناهم في احدى المستعمرات يمكن انقتلت 3 أرباعهم. كنا يوم الخميس بنروح فلسطين،
ونرجع السبت صباحا قبل الطوابير، زي انت عارف الطوابير بتاعت العسكرية دي. ويوم من الأيام أتذكره يمكن كان اليهود قطعت السكة من غزة إلى إيه؟ إلى العريش، واتحاكمنا وكلام من ده يعني، واخد بال حضرتك، لأن أحد الضباط بتوع المخابرات في ذلك الوقت شافنا وإحنا في غزة وكتب فينا تقرير وحاجة بالشكل ده. وكنا دائما بنروح مثلا الكونتيلا، واخد بال حضرتك. بعد كده هوت الكونتيلا ديت عشان قريبة لبير 7، أحد الركائز بتاعت اليهود هناك، عشان الإخوان المسلمين تحصلنا هناك أو أفراد الإخوان المسلمين ويقوموا بالعمليات بتاعتهم. كان نشاط مستمر في هذا الوقت. وما تصوره المصريون نزهة حربية لتأديب العصابات الصهيونية ولمنع إقامة إسرائيل المزعومة تحول إلى شعور كامل بالخيبة. وفي 14 أكتوبر سنة 48 خرق الإسرائيليون خطوط الهدنة واستولوا على بئر 7، وعانى الجيش من الحصار المشهور في قطاع الفالوجة. لم يكن هناك تنسيق بين الجيوش العربية، وجاءت القطرة الأخيرة التي طفح بعدها الكيل، وهي أحداث حصار الفالوجة. في سنة 48 عندما طلب الإسرائيليين هدنة استجاب العرب واسترد اليهود أنفسهم ثم أجهزوا على كل شيء. الجيش المصري في ذلك الوقت ما كانش مستعد تمام الاستعداد من ناحية الأسلحة والذخائر ومعدات الحرب اللي كانت موجودة وياه. احنا يدوب كنا طالعين من الاحتلال البريطاني أو تخلصنا يدوب من الإنجليز، ما كانش عندنا حاجة كتير. وفي الوقت نفسه أول ما قامت العمليات بين العرب وما بين إسرائيل، عمليات الحربية ومصر، اجتمع مجلس الأمن واتخذ قرار بسرعة لفض هذا الاشتباك أو محاولة لفضه، بأن الدول جميعا المشتركة في اليونايتد نيشن، الأمم المتحدة، تمتنع عن إمداد كل من العرب وإسرائيل بالأسلحة والذخائر والحاجات دي كلها. طبعا هذا القرار طبق بحذافيره على العرب كلهم ما عدا إسرائيل. إسرائيل كان بيجي لها أسلحة وذخائر ومعدات حربية وطيارات، بل ومتطوعين مش بس من الدول الغربية بل ومن الدول الشرقية أيضا، يعني جالها من تشيكوسلوفاكيا وجالها من بولندا. كل اليهود اللي هناك راحوا متطوعا، ما فيش شك. دول بيحاولوا يبنوا وطن، ودول كل دول بيحاولوا انهم يقدموا المساعدات لإسرائيل. أغلب الضباط الأحرار اللي شاركوا في حرب فلسطين كان لهم سجل مشرف في الحرب، إذا كان صلاح سالم أو عبد الحكيم عامر أو زكريا محي الدين أو ثروت عكاشة. أغلبهم اترقى ترقيات استثنائية وخد ناشين نتيجة أعمال بطولية في هذه الحرب، طبعا على رأسهم جمال عبد الناصر في الفالوجة. لم تقتصر البطولات على موقعة الفالوجة وحدها، وإنما تعددت المواقع وتعددت البطولات. سنة 48 في حرب فلسطين، في 25 ديسمبر حصل هجوم كبير جدا على رئاسة القوات المصرية فؤاد باشا صادق، وكان اللي بيحرس مركز رئاسة القوات المصرية سرية الحرس، فقامت واستبسلت ودفعت وكله، وكانت خسائرها 2 ضباط ماتوا، جمال خليفة وصبحي إبراهيم فهمي،
ودول كانوا ابطال، واحد في السباحه جمال خليفه، وصبحي فهمي كان بطل في السيف والشيش، وتعور اثنين، محمد صادق اللي كان وزير حربيه كان قائد سريه، وفي احمد علي لسه عايش ربنا يديه طول العمر. احنا كلنا كظباط تجمعنا، ويعني بعد الظهر عايزين زي ما تقول ناخد بطارنا او ريبليسمنت، تعويض للخسائر دهية، وفوجئنا، وكان ده كريسماس، فوجئنا بامر من البولك المخصوص. اما بقول البولك المخصوص ده البولك الخصوصي بتاع الملك، يعني ان الغفره تطلع لاوبرج دي تارف ورا سينما استوديو مصر زمان. كان ملك الهرم. لا في البلد، في وسط البلد، مش الاوبرج بتاع الهرم، لا اوبرج دي تارف. احنا طبعا ضايقنا، يعني ازاي ظباط اتقتلوا يوميها، وازاي ظباط، وطلع هو مع مجموعه من اصحابه. فوقتها الملك كان عنده بينتقم من ظباط الحرس مجموعه، مش الحرس الحديدي، لا اسمه الحرس المخصوص. لما في السهرات ده هي بيطلع يقعد في الحته، يعني مثلا رايح الاوباج، مجموعه الظباط ده هي 4 ظباط كانوا يبقوا موجودين منتشرين في الاوبرج كحراسه له. وكان في غفره تانية اسمها غفره طريق، يعني الملك راح اوبرج بتاع الاهرام، نطلع عساكر، للاسف نطلع عساكر وظابط يمر عليهم ويتحطوا في الطرق يعني ميادين ونقطه دوران عشان خاطر تهدئه النفق بتاع السكه الحديد. ودي كانت مشكله، لان الناس بتشوف عسكري واقف من الحرس ومعاه تومي جان. طب ما هو يعني ده بيحرس مين؟ يبقى الملك يبقى من هنا حتى للاسف يعني طلع على نفسه الشهرة ان هو بيروح الكبريهات او حلمية بالاس ولا اوبرج دي تارف ولا اوبرج دي بيراميد بتاع فدي نقطة اثارت الضباط فعلا. احنا ضايقنا جدا يوميها، لما هنعمل ايه؟ ده واجب، يعني احنا بصراحة ده واجب مطلوب منا بنأديه. وأعلن وقف إطلاق النار في 7 يناير سنة 1949، وتركت حرب فلسطين جرحا في نفوس العرب وهزة في العلاقات العربية. وبدأت صورة الملك الوسيم ورب الأسرة الفاضل في التلاشي. وكان فاروق قد طلق الملكة فريدة التي كانت لها مكانة خاصة في نفوس المصريين. الملكة فريدة كانت صديقة مراتي، كانت أحسن صديقة لها، وكان بيعرفوا بعض كويس قوي، وكانت بنت ناس، يعني كان في مودة بيننا وبينها باستمرار. ماذا تقول لنا عنها؟ إنها كانت ملكة بحق وحقيقة، وسوء الحظ إنهم اختلفوا لحاجات شخصية ما أعرفهاش. وبدأت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تطفو على السطح، وهي أزمة بين الفلاحين والعمال من ناحية، وكبار ملاك الأراضي الزراعية ورجال الصناعة من ناحية أخرى. يعني أنا شفت بعيني الفلاحين حفاة عراة ما عندهمش في بيتهم غير الحصيرة وزلعة المش ورغيف الذرة، لو أمكن ده يتوسع ده يبقى نعمة كبيرة من عند ربنا. فكان ده حل ما يرضناش أبدا طبعا، وكنا غاورين على إن مصر تنال استقلالها، وإنه نخلص بقى من جميع العوامل اللي هم حلفاء وعملاء الاستعمار، سواء كان الملك أو الحاشية أو الناس اللي بيدوروا في فلك المماليك الجداد بتوع الفترة دي. وأخذت الآمال الشعبية التي كانت معقودة على الملك الشاب الذي كان قد تولى السلطة قرب بلوغه 18 عاما تشحب كلما مر الوقت. الأحزاب عمالة تتصارع مع السرايا، والاثنين تحت إرادة المحتل الإنجليزي، وبعدين في النهاية الجيش هو اللي بيدفع الثمن. والحقيقة يعني وضعنا بقى يعني مزري لدرجة إن الواحد بيخجل إنه يلبس بدلته العسكرية. وكان الملك لا يحترم الدستور، وتورط بعض أفراد الحاشية من رجال القصر في عمليات مريبة. الملك فاروق في أوائل حكمه كان محبوب جدا من الشعب، ولكن حاشيته وخاصة الإيطاليين وغير المصريين الذين كانوا يحيطون به أفسدوه. الملك فاروق بدأ بداية طيبة،
كأي شاب يعني طموح يريد أنه ينجح في المركز الذي يتولاه، ولكن يعني بطانة السوء ويعني أدت إلى التأثير عليه وانحرفوا به، بحيث أصبح يعني يعيش في أجواء فاسدة ولا تبشر بخير. حملوا على فاروق مسؤولية الانهزام في يعني حرب 48. هذا مش غير صحيح، وحبيت أوضح هذا في الكتاب بتاعي. فاروق كان بيشتغل على إنه يخلق جيش قوي في مصر وإلى آخره، والكتاب الكلام ده كله موجود في الكتاب. بس هنا طبعا الجماعة اللي خسروا الحرب حملوا المسؤولية على فاروق، خصوصا حيدر باشا. واستحكمت روح الإحباط، وأدى إلغاء النحاس لمعاهدة سنة 36 في أكتوبر سنة 51 إلى مصادمات دامية في منطقة القناة قادها شباب الفدائيين والإخوان المسلمين. في أكتوبر 51 ألغى النحاس باشا المعاهدة المبرمة بين مصر وإنجلترا سنة 36، وبدأت حركات الفدائيين والإخوان المسلمين في القناة. البيان طبعا تضمن الأسانيد القانونية والسياسية لإلغاء المعاهدة، فقلت كويس، عاوزين حاجة بقى تثير فيها إثارة. قالوا زي إيه؟ قلت له والله أنا بقول نحاس باشا يقول من أجل مصر أبرمت معاهدة 36، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. قالوا عاد قوي. وطلعنا أو بعتونا كلنا تقريبا لنواجه القوات الإنجليزية في طريق السويس في المنطقة ما بين بير جندالي حلوان وبلبيس، بصفة رسمية ولا كفدائي؟ رسمية عشان نواجه دخول الجيش المصري الجيش الإنجليزي إلى القاهرة. إذا كان في ناحية وطنية. مؤكد. هذه المرحلة انتهت كمان بعملية الإسماعيلية المشهورة بتاع إخواننا الشرطة، وأصبح في مهانة شديدة بتجتاح كل الناس، الضباط والشعب. بلغت منا الحيرة مبلغها، فإذا نحن نتصل بجماعة الإخوان المسلمين التي كنا نتوسم فيها التجرد في الدعوة، وبدون دخول في تفاصيل تشكلت خلايا سرية من الضباط داخل هذا التنظيم. في يوم 8 أكتوبر النحاس باشا أعلن عن إلغاء معاهدة 36، وابتدى يعني من هذه النقطة دخل عامل جديد ما هوش في حدود التنظيم. وطبعا هذا الحدث يعني كان له ردود فعله وله معقباته، لأنه طبعا ابتدت أحداث القنال، وابتدى كان فؤاد باشا سراج الدين في هذا الوقت وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية. وطبعا يعني الأحداث بتاعت الإسماعيلية وضرب المحافظة، والعملية بقت يعني ملقاة على عاتق ضباط البوليس فيما يختص بالخسائر اللي حصلت. في هذا الوقت تزوج الملك فاروق من ناريمان صادق. آخر شهر العسل
زرنا طبعا الأول سيسيليا، وبعدين على فخر البحر مش المحروسة، كانت أظن في جنوة بتتصلح. ورحنا بعد كده كابري والساحل الإيطالي كله لما أذكر، وبعدين الريفيرا الفرنسية. كان فطبعا بعد شعرت بدوار، وكان معنا دكتور يوسف رشاد الله يرحمه. يعني حسيت يعني أنا منزعجة يعني بداية يعني. هو عارف على طول؟ لا، بلغته بالخبر. عمل ايه؟ ضحك وقال على الله ما تجيبليش بنت. وأنجب الملك فاروق الأمير أحمد فؤاد. أنا طبعا فقت من البنج، قالوا لي إن دخل مع الدكاترة والممرضات في أوضة العمليات، ومسك طبعا ماسك تنفس، وقالوا له طبعا كان طبعا مبسوط جدا. وأنعم على دكتور محمد مجدي بالبشوية. وأنعم على حضرتك بإيه يومها؟ هذه ذكريات طويلة من زمان، وكل اللي أقدر أقوله إنه وعدني إنه هيغير مجرى حياته عشان خاطر ابني أحمد فؤاد. الملك فرح لما جابت له ولي العهد؟ جدا جدا. ولم يكن الملك رغم هذا سعيدا، وإن كان يبدي عكس ذلك. يعني احيانا كنت ادخل عليه بيعيط، يقول لي مش عارف اعمل ايه، الانجليز والوفد ضاغطين عليا في كل حاجه. اخر مره قبل اخر وزاره قلت له يا مولاي انت مفروض تملك ولا تحكم، ليه ما تجيبش وفد؟ مش البلد عاوزه الوفد؟ هات النحاس باشا. دي قبل اخر وزاره النحاس. قال لي انت مجنون، ده عاوز يشيلني. قلت له ما تسالش، ما تسمعش الكلام الفارغ ده، هو البلد عاوزاه، نحاس زعيم البلد والبلد عاوزاه، هاته. قام قال لي طيب هتشوف، ولو حصل حاجه انت المسؤول. قلت له طيب. فعلا خلى نحاس باشا يالف الوزاره دي قبل اخر وزاره قبل الهلالي على طول. فجاء نحاس باشا دخل عليه عشان يشكره على انه دخل عليه. اول ما دخل قال له يا مولاي انا ليا طلب عندك. انا كنت واقف جنبه. الراجل وشه اصفر. قال له ايه يا باشا؟ قال له ابوس ايدك. ارتاح وجه بس ايده ومسك الحكم. قلت له مش كده احسن؟ ليه تتخانقوا مع بعض؟ وفي يوم 26 يناير سنة 52 بعد أيام من ميلاد ولي العهد احترقت القاهرة. ازاي باتت في طوفان كلها دخان ولهب ونيران وصراخ وعذاب وخراب ودمار بتاكلها النار. أكبر أزمة مرت على الملك فاروق في نظر حضرتك إيه؟ اللي هي حريق القاهرة. عرفتوا بيه إزاي يا فندم؟ ما أذكر يا فندم إن أنا صحيت مسعورة، وكان 15 يوم من ولادة ولي العهد، أو نقدر نقول الملك أحمد فؤاد السابق الثاني يعني ابني. ففتحت عينيا لقيته واقف ولابس البدلة البحرية، ويفضل لبس بدلة البحرية. ما تعرفيش حياتك ليه؟ يا ريت. هو طبعا كان بيتعلم في مدرسة في لندن عسكرية. فلما شفته واقف العرق بيتصبب. هو كان لما يتضايق العرق كتير قوي طبعا.
وماسك نضارة معظمة، ويخش في مكتبه ويجي بيدوله صور، ما كانش فيه سايتس، الصور طبعا. الحريق وصل اوتيل شيبرد، الحريق والمحلات اللي حواليه اتصاب بعرقان، يطلع السطوح. كان بيحاول اتصال بوزير الداخلية المسؤول. كان سرايا القبة ولا سرايا عابدين يا فندم؟ لا، عابدين. يتصل بالمسؤول مين يا فندم؟ المسؤول هو وزير الداخلية، رجال الأمن، ما كانش عايز ينزل الجيش. فؤاد باشا سراج الدين أظن. أفتكر مرتضى المراغي، ولا هو يعني يدادة، لكن ما كانش ممكن. وخصوصا لما قال لي قومي واستعدي، كنتش أعرف لأول مرة إن كان في سطح عابدين مطار هليكوبتر، واستدعى عاكف كان يحبه. عاكف مين يا فندم؟ طيار بتاع الهليكوبتر. على اساس احتمال انكم تمشوا؟ نمشوا من عابدين تروحوا قصر تاني. قال لي قومي، وطبعا حضري نفسك للسفر، وبس خلي بالك ان مش هتاخدي غير ابنك. انا طبعا كنت لسه في النقاهه، قلت له يعني هنسافر فين يعني؟ واتضايق وخاب. وبعدين قال ما فيش فايده، كل همه كان ما يحبش الحريقه حوالين الاوبرا وتمثال ابراهيم باشا على ما اظن، او يدخلوا الشغب. قال لي شغب مش وحشين طبعا، الشغب مشاغبين. بس ورالي الصور، انا شفت الصور وشفت الماده هيصة. وبعدين طبعا كنت افضل انه نرحل بعديها، ولكن ما قدرش بقى يعني يسيطر الامن او الداخليه، فنزل الجيش وحظر منع التجول. انا حضرت العزومه اللي كان عاملها الملك وانا اقول كلمه حق، يعني لا يمكن ان يكون في جهه دبرت هذا الحريق. هم يمكن في جهات استغلت، انما انا لما بقول انا بتضايق جدا لما يقولوا جهات هي اللي عملت حاجه. ازاي؟ ده انا بجرد الشعب المصري من احاسيسه. الشعب المصري كان وقتها مولع ومتضايق لضباط البوليس اللي اتقتلوا في الاسماعيليه، فازاي احرم الشعب واقول الشعب ما صارش لهذا الوضع اللي جرحه؟ لا، ده الشعب هو اللي قام، واللي ساعد على كده البوليس مشي في المظاهرات. في عناصر بقى استغلت العمليه دهيه، سواء كان سياسيا او تقول نهبا. فاحنا حضرنا هناك، احنا كان غريبه، لقينا حركه غير طبيعيه. فؤاد باشا سج الدين يطلع ويرجع تاني، ووطي الملك ويطلع حيدر باشا مش عارف ايه بتاع. لقينا الاكل بيتقدم، وبعدين حتى ما فيش حلو، يعني يا دوبك الطبق اتقدم، وبعدين قال الضباط تعود الى سكناتها وياخدوا طريق القلعه، ما يطلعوش في وسط البلد. فخرجنا، انا طبعا احنا اتجهنا بتوع الحرس اتجهوا الى الاشلاء، وجبنا العساكر عشان نحمي السراية عابدين. مثلا في سراية عابدين احنا كنا بنمسك نباتشات، وكان برد حقيقه يعني. وتخلص الملك من حزب الأغلبية بإقالة وزارة النحاس السادسة والأخيرة بعد الحريق، وتعاقبت وتعددت الوزارات في فترة حرجة وقصيرة جدا، وحل مجلس النواب في مارس. على أثر أن بعد حريق 26 يناير جت وزارة علي ماهر، قعدت 33 يوم، وبعدها أرغم على الاستقالة، وبعدين جت وزارة الهلالي. ففي مارس سنة 52 أصدر الهلالي قرار بحل مجلس النواب وتأجيل الانتخابات لفترة غير مسماة. هذا كان يخالف الدستور، لأن الدستور كان ينص على أن البرلمان يعني مجلس النواب يجتمع في نوفمبر
من كل عام بدعوة من الملك، وإن لم يدعوه الملك يجتمع بقوة القانون. فكان المفروض إن طبعا الملك مش هيدعو مجلس النواب في نوفمبر لأن اتحل، فكان في هذه الحالة وما عملش انتخابات جديدة، فكان الثورة هتتعمل في نوفمبر 52 على أساس إن ده يعني عشان تاخد تأييد شعبي إن إحنا عاوزين نجمع مجلس النواب بقوة القانون. لا شك ان كان في حريه وفي ديمقراطيه وفي عدم رضا عن الاحوال، يعني سقط كامل عن الملك والجماعه اعوانه كان محتاط بيه، اللي هو نشأ كويسه، كان حتى منظره كان جميل والناس كانت بتحبه في اول الامر لما جه سنه 35 و 36، انما بعد هذا تحول من النقيض الى النقيض، واللي حوله طبعا الله يرحمه علي ماهر اللي أدخل في ذهنه إن هو بقى زعيم العرب وإن هو بقى الذي لا يخطئ إلى آخره، وكان شاب صغير بتاع 17-18 سنة، فدخلوا الغرور واتلموا عليه بقى مجموعة من الحسالة. سنوات ما قبل الثورة مباشرة كان في بلبلة في البلد، بلبلة بسبب كثرة إقالة وزارات الوفد أو إقالة الوزارات الأخرى بتاعة الأقليات وإنشاء وتكليف وزارات جديدة، فما كانتش الوزارات بتستمر مدة كافية لكي تنفذ برامج إصلاحية وبرامج مفيدة للشعب. أنا فاكر إن في أسبوع واحد اتغيرت 3 وزارات، لدرجة إن أحد الوزراء من اللي عاصروهم كانوا يسموه وزير الساعة، إنه ما قعدش غير ساعة واحدة وربما ما راحش مكتبه. والله كان بقى يعني عبارة للأسف أقول هي ما أقدرش أصورها كديفيلي، يعني هي وزارات متتالية ومتعاقبة. وكمان حيدر باشا يعني كان بيقول دول شوية عيال ونحطهم في جيوبنا، يعني ما فيش حد كان بيقول له الصورة الحقيقية الصحيحة. الثورة على ما أذكر سبقت بشهور، كانت مثال للفوضى السياسية، يعني كانت وصلت لدرجة من التحلل خلتها موضع الغزو والسخرية، لدرجة إن بقينا مش عارفين الوزارات بتتكون إزاي وتروح إزاي، وكانت بتقعد مدد قصيرة يعلنوا عن رئيس وزراء يجيبوا واحد تاني، وحكاية لغاية الواحد ما بقاش فاهم البلد ماشية إزاي. يعني كانت فترة تسيب غريبة جدا. كما تعلم الأحداث كلها متأزمة وكان منتظم. حتى وإحنا ما زلنا في أمريكا كان يعني بنفكر في مصر، والتفكير في مصر في ظل الأوضاع اللي كانت سائدة قبل الثورة كان ماذا يمكن أن نعمل لمصر. مش أنا لوحدي، كل اللي كانوا عايشين في الخارج، أي أننا بفكرنا وبقلبنا كنا مع ما تسميه الآن الثورة اللي قامت في 23 يوليو. أولا الملك مع الأسف كان بتصدر منه تصرفات ما هيش سليمة أبدا في فترة كانت تغيير وزارات وخروج ودخول ونادي السيارات إلى آخره. ما فيش شك أن في هذه الفترة كان القاهرة مهيئة لأي شيء، لأي خراب، لأي انقلاب، لأي حاجة، وبالفعل تم هذا وحصل. وأنا كنت في هذا الوقت، كنت في الفترة دي في المعادي، وجوني ناس أخذوني لأن الدنيا كانت محروقة ومقلوبة وكنت حاجة لأن تم فيها. وفي هذه الفترة أنا في هذه الليلة فت على علي باشا ماهر، ما أعرفش ليه فت عليه، اللي هو في اليوم اللي هم استدعوه عشان يشكل الوزارة. يعني أنا كنت حاسس إنه هيحصل، وبالفعل حصل، وما كانش أبدا غريب إنه يحصل أي حاجة في هذه الفترة. أنا كنت متوقع قيام الثورة قبل قيام الثورة ب3 سنين، وكتبت في الجورنال في أخبار اليوم سنة 50 في الموقف السياسي إن احنا نريد ثورة. حضرتك قلتي كان الملك بايع العرش في أواخر أيامه،
تقصدي ايه بالكلام ده؟ افتكر انه قدم يعني سلبياته انه قدم بسهولة على صينية فضة مصر. تفتكري ليه؟ هذه حاجة بقى يرد عليها الملك أحمد فؤاد الثاني السابق. ان شاء الله هنتصل بيه ونلتقي بيه، لكن هو كان في وقت لسه صغير، لكن حياتي كنت ملكة مصر والسودان وطبعا على وعي بالأحداث وعارفة تفاصيلها. تفتكري كان بايع، أو لو جاز لي أن أعبر وأقول مستبيع وبايع العرش، بايع القضية ليه؟ يمكن انه اخذ، يعني انا مش مؤرخه، انه اخذ العرش وهو صغير، وهي مسألة يعني فعلا السياسة مش هاويها يمكن. وهكذا كانت مصر حبلى بالثورة، وعجلت الأحداث المشتعلة والمتصاعدة بدرجة الغليان المتوقعة في النهاية. مع أجمل المنى وأرق تحياتي.